عم الحاج؟ احنا ناقصين لبخه في الكلام، ناقصين لبخه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل اللي بيسمعونا. النهاردة جايب لكم في حلقة بودكاست شكاوى صريحة. معايا النهاردة صديقي محمد اللي أسطورته في تنظيم وقته ده انت يومك اسود، يومك اسود. ووصلت لكل الناس. في سؤال بيتكرر كتير، إزاي أبدأ يومي دراسة بشكل فعال يا محمد؟ ازيك يا محمود. خليني اقول لك السر محدش بياخد باله منه. بداية اليوم بتبدأ من ليلة امبارح. لو ما نمتش كويس انت داخل اليوم ب50% من طاقتك. يعني أنت بتقول إن النوم مش رفاهية؟ ابدا، النوم هو المصنع اللي بيحول المعلومات المؤقتة لذاكرة طويلة الامد. لو ما نمتش 7 ساعات منتظمة انت كده بتذاكر في الفاضي. وتفصيلة صغيرة، ما تخليش اخر حاجة تشوفها قبل النوم هي شاشة الموبايل. ندخل بقى على المذاكرة نفسها. أنا بتقول لما بفتح المنهج، ماشي، إزاي أعمل خطة يومية في الدراسة، يعني في المنهج، عشان أحاول أنظم وقتي. الذكي اللي فاكر نفسه ذكي ما يبقاش ذكي، والغبي اللي فاكر نفسه غبي ما يبقاش غبي. أحاول أنظم وقتي. سيبك من خطة هذاكر المادة 6 ساعات متواصلة. دي بتخليك تكره المادة وتفقد تركيزك بعد ساعة. القاعدة الصح اسمها التنويع المقصر. قسم المذاكرة ل3 شقق صغيرة، 3 شقق كل يوم. آه، كل شقة ساعتين. الشقة الأولى مثلا مادة عايزة فهم زي الفيزياء. الشقة التانية مادة حفظ زي الأحياء. الشقة التالتة مادة خفيفة زي اللغات. تغيير طبيعة المادة بيخلي العقل نشيط وما يملش. ودي ما حد هيجيب لي جلطه غير ده. طريقة حلوة برضو لتجنب الإرهاق المعرفي. نيجي بقى لعدو النجاح رقم 1، التسويف. آه، التسويف يا محمود مش سببه إنك شخص كسول. سببه إن المهمة اللي قدامك شكلها ضخم ومخيف. الحل اسمه تقنية الكسر. بدل ما أقول هذاكر الفصل السادس بقول هقرأ أول صفحتين واحد. وحدد العناوين الرئيسية بس. شوف الفرق. أنا كده بخلي المهمة سخيفة جدا لدرجة إني ما بعرفش أكسل. مجرد ما بتبدأ أول دقيقة الزخم بيسحبك لحد الآخر. عظيم. طب إيه الفرق بين القراءة والمذاكرة؟ يعني أخلص قراية وأقول إن أنا كده ذاكرت؟ لا طبعا، القراية هي المدخل، المذاكرة هي العملية. المذاكرة الفعالة ليها خطوتين أساسيتين لازم تعملهم. الخطوة الأولى استرجاع نشط. تقفل الكتاب وتقول المعلومات بصوتك أو تكتبها من الذاكرة. لو افتكرت 70% يبقى أنت كده تمام. الحاجة التانية التطبيق الكثيف. حل أسئلة أسئلة في المذاكرة. الفهم بيجي من الإجابة على السؤال، مش بس من قراية الشرح. يا محمد، إحنا بقى محتاجين حلقتين 3 نكمل تنظيم الوقت ده في دقيقة. إيه رسالتك الأخيرة للناس اللي مضغوطة دلوقتي؟ رسالتي الأخيرة بسيطة. خد بريك عشان ترجع أقوى. البريك مش إهدار للوقت. البريك هو إعادة ضبط المصنع. قوم اتمشى 10 دقايق، اسمع مزيكا بتحبها، اشرب حاجة سخنة، وده هيخلي تركيزك بعد البريك 3 أضعاف تركيزك لو كنت كملت بدون نهار. شكرا جزيلا يا محمد على كل التفاصيل القيمة دي. فعلا التنظيم مش بيأيدك، التنظيم بيحررك. وإلى هنا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم. نشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.